الحقيقه انا هجاوب بس على السؤال ليه ما جبتوش قبطي. انا بصراحه ما عنديش استعداد ان انا اسمع موازنه ما بين مسلم وقبطي. احنا قدامنا دوله لم تنهار، ليست في طريقها الى الانهيار لكنها انهارت بالفعل. واحنا النهارده بنجني ثمار الفوضى الخناقه وليست الفوضى الخلاقه زي ما اختنا كونداليزا، بس بلاش اقول اختنا احسن تطلع مسيحيه. هي لا دين الله، لان الدوله وتبقى زي اختنا كمان اللي احنا عايزينها برضه. لكن خلونا نقول انه القضيه احنا فعلا عاوزين دوله مدنيه حقيقيه، لان انا شايف كلمه دوله مدنيه بمرجعيه اسلاميه هي واحده من سلسله مناورات اخواتنا في الاخوان المسلمين. وانا درست الى حد ما من 28 النهارده، وعارف انهم يريدون فكره المناوره، لكن انا عاوز احيي الاستاذ صبحي صريح لانه الوحيد اللي ما دخلش في مدرسه المناوره. كل تصريحاته الاخيره رائعه. ليه؟ بيقول انا كده عاجبكم وانا مش عاجبكم، لكن اخواتنا اللي قبله يريدوا ان يغلفوا المطلب الاخواني بغلاف جميل، وعشان كده حضرتك رائع. لكن يبقى انه احنا كمواطنين مصريين مش مشغولين قوي بانه يطبق علينا الشرع او ما يطبقش. والخلاف بين الدولة الدينية والدولة العلمانية، انا اتصور اننا بحاجة الى دولة القانون. دولة القانون هي الدولة اللي انا محتاجها واللي كل الناس عاوزاها. طيب لما نقول دولة قانون يبقى دولة عدالة. هتقول لي اصل القانون والعدالة والمساواة قيم اسلامية، وانا هقول لك انها برضه قيم مسيحية. للأسف هناك كلام يقال عن المسيحية بعيد عن العقيدة وبعيد عن الكلام اللي الأستاذ جيرين قاله، أنها ما فيهاش قواعد تنظم الحياة. وهذه كلمة غير حقيقية وغير صحيحة. ليه؟ لأنه أنت لم تقرأ المسيحية، وإن قرأتها تقرأها وأنت أصلا تقصد أن تنقضها. الأمر الثاني أن السيد المسيح في الدستور الذي وضعه فيما يعرف عند المسيحيين بالعظة على الجبل في متى 5 و6 مسك الشريعة اليهودية وقال: قيل لكم أما أنا فأقول. قال على سبيل الحصر بلغة إخواتنا القانونيين: قيل لكم أما أنا فأقول. يبقى اللي كان معترض عليه في الشريعة اليهودية قالوا على سبيل الحصر. أما ما سكت عنه فقال عنه: ما جئت لأنقض بل لأكمل. يبقى إذن الشريعة اليهودية التي تدخلت في كل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان المنتمي ليها، واللي أكدها السيد المسيح بعد كده فيما عدا ما اعترض عليه، تبقى قائمة. وأظن أن الشريعة الإسلامية بالجذور التاريخية تتطابق إلى حد كبير مع الشريعة اليهودية، عين بعين، سن بسن، وكذا، ونفس بنفس، وكل تقريبا ما هو موجود في تفاصيل الشريعة الإسلامية نجده في الشريعة اليهودية. لأن طبعا في النهاية كما كلنا نعتقد، والمسلمون على سبيل التخصيص، أن كل الأديان هي من عند الله. وبالتالي احنا مش عايزين نخش في متاهة، ونحن الآن بصدد تكوين دولة العدالة ودولة القانون. أما الالتفاف على المعاني، أنا مستعد أخش معاك في مناقشة طويلة عريضة ونتوه مع بعض. لكن السؤال، أنا لا أقبل أن أعامل بأي شكل من الأشكال باعتبار أنني مواطن في ذمة مواطن آخر. بمعنى إيه؟ مفيش حاجة اسمها مواطن في ذمة المسلمين، وهذا ليس تشكيكا بذمة المسلمين إلا المسلمين اللي افترضوا. وبالتالي المزرعة بالذات. وبالتالي أتصور أنني في ذمة الوطن هو الذي يعطيني الحقوق، وهو
تطلب مني الواجبات. اما ان حضرتك تقول لي لك ما لنا وعليك ما علينا، فهنا نقطة الخطورة. انا ما بتكلمش عن النص ولا مصدر النص، انما بتكلم على هذا النص الان. لان حضرتك لما تقول لي لك ما لنا وعليك ما علي، فانت بتقول لي انا تفضلت عليك بهذا. من يستطيع المنح يستطيع المنع. يعني لو غضبت عليا هتقول لي اسمع بقى، العهد اللي بيني وبينك لغايه دلوقتي خلص، فليس لك ما لي وليس عليك ما علي. تعود مره اخرى الى مربع الزمي، تعود مره اخرى الى مواطن من الدرجه الثانيه، تعود مره اخرى الى ان تتلقى التعليمات مني وانا ما تخافش. انا عندي براح وعندي عداله وعندي رحمه وعندي ما يثبت هذا. وانا كل ما اقابل حد سواء من اخواتي الاخوان او من السلفيين اترعب اول ما يقول لي ما تخافش. ليه؟ لانه وكأن الاساس ان اخاف، ثم جاء هو ليقول لي ما تخافش. اشكركم.